السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم. أنا سفير. إذا ما شفت الأجزاء الماضية من حكاية ليتشي فروح شوفها الأول، وبس ما أطول عليكم أسيبكم مع الفيديو ونكمل. من بعد ما ليتشي وشوانغ إير والجنية يوهي وجدوا طاقة غريبة تخرج من تحت الأرض، وقتها قرروا إنهم يستكشفون مصدر هذه الطاقة بأنفسهم. وبنفس هذه الأثناء ننتقل خارجا إلى أمام بوابة طائفة البخور المعطر العتيق، فنشوف شاب وهو ينظف ساحة الطائفة، لكن بين ما هو ينظف يشتت صوت شيء غريب من السماء. أول ما يلتفت عشان يعرف مصدر هذا الصوت ما يصدق الشيء اللي قاعد يشوفه قدام عينه. حرفيا توجد سفينة حربية ضخمة تتوجه لعندهم من السماء، فيصرخ بأعلى صوت عشان يحذر الجميع ويقول لهم نحن نتعرض لهجوم مفاجئ، ونعرف ان هذه السفينة تكون واحدة من سفن أسطول مملكة المجوهرات السماوية، والواقف على مقدمتها يكون لي تشان هو. فيقول لي تشان طائفة البخور المعطرة العتيقة بالفعل سريعة جدا لدرجة ان كل الشيوخ اجتمعوا هنا فقط في ثواني. فنسمع الشيوخ وهم يقولون هذول يكونون جنود مملكة المجوهرات السماوية، وبهجومهم هذا هم بالفعل يخترقون كل الاتفاقات اللي كانت بيننا. فيقول الشيخ الثاني كاو وش بلاهم هذول الأغبياء شايفين نفسهم لهذه الدرجة، وعلى طول ينط عشان يهجم عليهم. فنسمع الشيخ الأول تيان وهو يحاول يوقفه، فيقول له الشيخ الثاني كاو بكل عناد خلنا أعلمهم درس ما ينسوه. وبالفعل يوقف بمفرده أمام جنود مملكة المجوهرات السماوية ويقول لهم بكل جدية وش معنى كل هذا اللي قاعدين تسوونه؟ كيف تجرأتم على القدوم والهجوم على طائفتنا بكل هذه السهولة؟ لكن لي تشان يقول له بكل برود طائفة البخور المعطرة العتيقة القديمة تم إنشائها من قبل الإمبراطور الخالد، فأنا جيت لهذا المكان عشان أحصل على معرفة ذاك الإمبراطور. فيقول له الشيخ الثاني كاو بكل غضب يعني للحين ما زلتم مصرين على القتال؟ لكن لي تشان يوقفه ويقول له دقيقة، تراني ما جيت لكل هذه المسافة اليوم عشان أواجه شخص من درجة ثانية مثلك. فيعصب الشيخ الثاني كاو من كلامه ويبدأ يتوعده بالموت، وعلى طول يبدأ بجمع كمية طاقة سوداء مجنونة من حوله. فيقول له لي تشان خلنا نشوف وش اللي راح يطلع معك. وبالفعل الشيخ الثاني كاو يصنع سيف عملاق باستخدام هذه الهالة السوداء. فيقول له لي تشان بكل برود تراه مو بسيء بالنسبة لك، لكن قبل يكمل كلامه الشيخ الثاني كاو يبدأ بالهجوم، وبس بحركة واحدة من يده نشوف سيفه العملاق وهو يتوجه باتجاه سفينة مملكة المجوهرات السماوية. فيبدأ لي تشان بالاستعداد هو كمان، وبالفعل يحمل رايته ويبدأ بتحريكها. فنشوف هالة الأشباح وهي تتجمع من كل مكان مع كل حركة من حركة رايته، وهذه الأرواح تتحول لشكل يد عملاقة عشان تصد سيف الشيخ الثاني كاو. فينصدم الشيخ الثاني كاو ويقول له كيف تمكنت من هزيمة شعلة السوداء بس بحركة واحدة؟ وبلمح البصر لي تشان ينتقل إلى أمام الشيخ الثاني كاو ويقول له تقبل موتك ومصيرك راح يكون هو التحول إلى شبح من أشباح الهاوية في رايتي، وعلى طول يهجم عليه. فينزله على الأرض وهو يقول له راح تكون عبدي من اليوم ورايح. وبالفعل الشيخ الثاني كاو يصاب بشدة وبعدها يسقط من السماء. فيتدخل العجوز مو بسرعة عشان ينقذه. فيقول الشيخ الأول تيان للشيخ مو خذ كاو لمكان آمن عشان يتعافى. فينادي عليهم لي تشان من السماء ويقول لهم الشيخ الأول تيان الظاهر انك الوحيد المتبقي من طائفة البخور المعطرة العتيقة القديمة، وانت الشخص الوحيد من بين كل اللي هنا هو المؤهل لمقاتلتي. فيقول له الشيخ الأول تيان هل أفهم من كلامك هذا انك جيت لي هنا بس عشاني؟ مو بمشكلة راح احاول العب معك لبعض الوقت. وبين ما الوضع مشتعل على بوابة الطائفة ننتقل الى ليتشي عشان نفهم وش هو مصدر الطاقة اللي قاعدة تطلع من تحت الأرض. فتقول لهم يوهي أنا بالفعل أعتقد إني خرجت من هذه الفتحة. فيقول لها ليتشي هل تملكين أي فكرة عن ماهية هذه الطاقة؟ فتقول له ما أعتقد إني أمتلك أي معلومات مفيدة، لكني أقدر أقول لك إني بالفعل ما كنت بوعي بذاك الوقت، وأنا متأكدة إني كنت أندفع للخارج عن طريق نوع غريب من الطاقة. فيتحمس أكثر ويقول لها مو بلازم تخافين لهذه الدرجة عشان الحين راح نحفر إلى قاع هذا المكان. لكن شوانغ إير تلاحظ الهالة اللي قاعدة تطلع من قبضة ليتشي، فتقول بنفسها هل هذه تكون هي بنية جسد الجحيم الخالد؟ متى تمكن هذا القذر من الوصول إلى هذا المستوى من التدريب؟ وبالفعل ليتشي يتمكن من تفجير الأرض بس بلكمة واحدة من قبضته. فتنبهر شوانغ إير من حجم قوة ليتشي، وبعد ما يختفي الغبار نشوف الطاقة وهي تشع بضوء أعلى. فيبدأ يضحك ويقول الظاهر إننا اقتربنا من مصدر هذه الطاقة. فتقول شوانغ إير بنفسها الظاهر إن قوة ليتشي قاعدة تنمو بشكل هائل جدا. لكن الجنية يوهي تقول عن ليتشي بنفسها كيف وصلت إلى هذا الضعف يا سيد غراب؟ لكن يقاطع تفكيرهم صوت ليتشي وهو يقول لهم الحين جاء وقت الحفر. وبعدها
ينط ويبدأ يحفر مثل السنجاب، وبس بعد ثواني يبدأ ياخذ أنفاسها بعد ما خلص حفر، وينادي عليهم ويقول أخيرا لقيتها. فنشوف كيس وهو يشع بطاقة صفراء قوية جدا، وعلى طول ياخذها عشان يفتحها. فنعرف إن هذا الشيء يكون آلة القانون الخاصة بيوهي، فتفرح وتقول إيه هذه تكون آلتي. فعلى طول ياخذها ويصعد لعندهم، فتقول له شوانغ إير عطني الآلة عشان أفحصها لك. فيقول لها ليتشي مو بمشكلة، وبالفعل شوانغ إير تبدأ بفحص آلة القانون، وتقول إن توجد طاقة قوية جدا تتدفق داخل الآلة، وبعدها تتعمق أكثر عشان تعرف وين الغلط. وبالفعل تبدأ تشعر بطاقة ثانية غير طاقة يوهي داخل آلة القانون. فيقول لها ليتشي هل هذه تكون هي الطاقة اللي أجبرتك على الخروج؟ فتقول لها بخوف إيه هذه تكون هي نفس الطاقة اللي أجبرتنا على الخروج، ووقتها كنت أشعر مثل أن يتم الاستيلاء على منزلي من قبل شخص آخر. فيقول لها ليتشي طيب ليه ما ترجعين لبيتك مرة ثانية؟ فتقول لها أخاف من إنها رح يتم طردي مرة ثانية. فيقول لها ليتشي ما تلاحظين إن الطاقة هدأت من بعد ما تم إخراجها من تحت الأرض؟ فأكيد إن كل شيء رح يكون بخير بعد ما نخرج من هذا المكان. ويقول لها غير كذا تراني رح استخدم آلة القانون هذه من اليوم ورايح، وأكيد إنك ما رح تشعرين بالأمان إذا ما أخذتك معي مو بكذا. فتتأثر من كلماته وبعدها تبتسم، وتقول له يا سيد غراب حاول إنك ما تسبب الكثير من الفوضى باستخدامه. وبعدها تبدأ تتوجه إلى داخل آلة القانون، وتقول له بفضلك أخيرا تمكنت من العودة إلى منزلي، وبالفعل شكرا جزيلا لك يا سيد الغراب. لكن بعدها تنادي عليه من داخل الآلة وتقول له إيه نسيت أقول لك جرب الحين إنك تعزف باستخدام هذه الآلة. فتوقفه شوانغ إير وتقول له انتظر لحظة، وعلى طول تروح توقف في مكان بعيد وتقول له إيه الحين حاول تعزف. فيقول لها ناس قذرة ما تقدر المواهب، وعلى طول يبدأ يعزف بصوت جميل جدا. فتنصدم شوانغ إير وتقول مستحيل كيف كذا، بالواقع صوت عزفه جميل جدا بهذه المرة. وتقول هل ممكن يكون هذا بسبب الجنية؟ فيقول لها ليتشي باركيلي عشان الحين بالفعل دخلت إلى مسار فنون القانون بنجاح. وبعدها يبدأ يقطع نفسه مدح لمهاراته في فنون القانون. فتقول له شوانغ إير انت بالفعل تكون غشاش كبير، ونسيب مشاكل هذول الاثنين عشان نرجع إلى بوابة طائفة البخور المعطر العتيقة. فنسمع الشيخ الرابع وهو يحذر الشيخ الأول تيان، لكن الشيخ الخامس يهديه ويقول له بما إن الشيخ الأول هو اللي رح يتعامل مع هذا الموضوع بنفسه فأكيد إن كل شيء رح يكون بخير. فيقول له الشيخ الأول تيان يا لي تشان استخدامك لتقنيات تعتمد على أرواح الموتى هو بالفعل أشبه بتقنيات شيطانية. فيقول له لي تشان هل تعرف أن القتال بهذه الطريقة هو أمتع بكثير من أي طريقة ثانية؟ عشاني رح أتمكن من استخدام كل المهارات اللي تنتمي لهذه الأرواح، وأبشرك عشانك أنت كمان رح تكون واحدة من هذه الأرواح. فيرفع الشيخ الأول تيان خشبته ويقول له من جدك تبي تقتلني يا قذر؟ وعلى طول الشيخ الأول تيان يفعل مهارة المتغيرات الستة لكون بين، ويقول له خلنا نشوف إذا كنت بالفعل رح تتمكن من قتلي اليوم، لكني أحب أقول لك إنك تكون حذر أثناء هجومك عشان من الممكن إنك تفقد حياتك. فيفرح لي تشان ويقول له من جدك استخدمت مهارة المتغيرات الستة لكون بين؟ هذه المهارة لوحدها تكون مهارة إمبراطورية، فأكيد إنها رح تخليني أقوى بشكل مو طبيعي. لكن فجأة تتغير ملامح وجهه ويقول كيف كذا؟ فنشوف الشيخ الأول تيان وهو مفعل مهارة وهم كون بين دراما الحوت الزرقاء. فيناظر عليه باحتقار ويقول له حقير قذر، وعلى طول يهجم عليه باستخدام هذا الحوت العملاق. فنشوف الصدمة بعيون كل الشيوخ وهم يقولون مستحيل هذا يكون هو الشكل الحقيقي لمهارة المتغيرات الستة لكون بين. وبالفعل يحصل بينهم اندفاع قوي جدا، لكن لي تشان يفكر بسرعة ويبدأ بتجميع أرواح الهاوية من تحته، وبالفعل يتمكن من حماية نفسه باستخدام هذه الأرواح. وبعدها يحاول يوقف وهو يقول له أنت تمتلك القوة النبولية. فيقول له الشيخ الكبير بكل غضب وش اللي خلاك تقطع كل هذه المسافة بس عشان تهجم على طائفة البخور المعطر العتيق؟ لكن الحين شايفك خايف بس عشانك شفت قوة نبيل. فيعصب لي تشان ويقول له إذا كنت شايف نفسك قوي لهذه الدرجة فأبيك تهجم علي مرة ثانية. وبعدها يبدأ بتحريك يده عشان يجمع طاقته مرة ثانية، وبالفعل يصنع سلطعون باستخدام هذه الطاقة، وبعدها يخرج المزيد والمزيد من هذه السلطعونات، وبالفعل يأمر كل السلطعونات بمحاصرة الشيخ الأول تيان. فيقول له الشيخ الكبير لا تقول لي إن كل المهارات اللي سرقتها تكون مثل هذه التفاهات. فيقول له لي تشان لا تستهين بهذه السلطعونات عشان دروعها من المستحيل إنها تتحطم. لكن قبل يكمل كلامه الشيخ الأول تيان يقضي عليهم كلهم بلمح
فتح البصر، ويقول لها من جدك تبي تواجه مهارة كون بين باستخدام هذه الصراصير القذرة؟ لا تقول لي انك جيت لي هنا عشان تضحكني. فينصدم لي تشان ويقول له مستحيل، كيف كذا؟ وبعدها يعصب ويبدأ يجمع كمية طاقة مهولة جدا، ويقول له لا تحسب ان كل شيء راح ينتهي بهذه السهولة. وعلى طول يبدأ بتجميع الأرواح من خلفه عشان يصنع شيء غريب، وبالفعل يتمكن من صنع هيكل عملاق عظمي من خلفه، ويقول بنفسه راح احاول اشتري له بعض الوقت عشان يتمكن من انهاء المهمة. وبالفعل اثنينهم يوقفون امام بعض باستخدام وحوشهم العملاقة في السماء، وبعدها يبدأ يصرخ وهو يقول لها لا تحسب انك الوحيد هنا اللي تمتلك وحش كبير. فيقول لها الشيخ الاول تيان مخبول قذر، وبالفعل وحوشهم العملاقة يبدون بالهجوم على بعض. فنشوفهم وهم يبدون باشتباك شرس وقوي جدا، وبالفعل لي تشان يتمكن من اصابة وحش الشيخ الاول تيان، لكن الوحش ما يسكت ويرد له الهجوم بهجوم مباشر، وبالفعل يتمكن من اصابته باصابة شديدة جدا. فيقول لها الشيخ الاول تيان تراك بالمرة طفشان، انقلع من هنا احسن لك عشان ما اخلص عليك. وبس والله هذا كان كل شيء بالفيديو، ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. كتبوا لي رايكم بالفيديو، وهل تتوقعون ان الشيخ الاول تيان راح يفوز ولا لي تشان هو اللي راح يفوز؟ وبس والله ما اطول عليكم، مثل ما اقول لكم من نهاية كل فيديو لا تقصرون باللايك والشير وسبسكرايب وتنشروا مقطع بكل مكان بكل الجروبات حتى راعي البقال جنب بيتكم. وبس شكرا على المشاهدة، سلام.